دوريان يقول إن داعش ينفذ حملة اختطاف واسعة في الساحل الأيمن للموصل، والحشد يستكمل استعداداته لاقتحامه. أزمة جديدة في صلاح الدين، ومحافظها يتهم النائب مشعان الجبوري ونجله بتمويل داعش وبيع الأسلحة لهم. أرشد الصالح يقول إن المرشحين لشغل المناصب الشاغرة مقربون من رئيس الوزراء. تجمع أمني عشائري في المثنى للحد من ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية مع مطالبات بتجديد العقوبات ضد المخالفين. ترامب يقول إن جميع خيارات الولايات المتحدة متاحة للتعامل مع إيران. إلى تفاصيل. أخبار اليوم مع أنور صباح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الأكارم إلى نشرة أخبار اليوم. حيث توقع المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد جون دوريان وقوع معارك عنيفة في الساحل الأيمن من الموصل. دوريان ذكر خلال مؤتمر صحفي بأن قادة تنظيم داعش المتواجدين في الساحل الأيمن هم الأقل خبرة وفعالية من القيادات التي قتلت أثناء العمليات العسكرية حتى الآن، إلا أنه كشف عن توقعات للتحالف تشير إلى وقوع معارك عنيفة هناك في الأيام المقبلة. وأضاف دوريان بأن الخسائر الأخيرة التي مني بها داعش في الساحل الأيسر دفعته إلى تنظيم حملة اعتقالات واسعة في الساحل الأيمن، حيث احتجز العشرات من السكان بتهمة التجسس لصالح القوات العراقية. قال آمر اللواء الثلاثين التابع لهيئة الحشد الشعبي أبو جعفر الشبكي، قال إن قوة قتالية كبيرة تستعد لاقتحام الساحل الأيمن للموصل. الشبكي وفي تصريح خاص به قناة NRT عربية أوضح أن الحشد سيكون له دور أساسي بتقديم الدعم للقطاعات العسكرية ومسك الأراضي المستعادة. الاستعدادات قائمة على قدم وساق فيما يتعلق بتحرير الجانب الأيمن من مدينة الموصل محافظة نينوى، وإن شاء الله ستنطلق العمليات قريبا باتجاه تحرير هذه الجانب الأيمن من هذه المدينة، ومن ثم الصعود فوقا باتجاه الحدود السورية العراقية. اليوم الحشد الشعبي تراه مشاركا في كافة القطاعات، تراه ماسك الأرض، تارة ماسك للأرض في الساحل الأيمن، وتارة محرر في الساحل، ماسكا للأرض في الساحل الأيسر، ومحررا في الساحل الأيمن إن شاء الله، وسوف يكون له بصمة كبيرة فيما يتعلق بعمليات تحرير محافظة نينوى. علمت قناة NRT عربية من مصادر داخل محافظة كركوك بأن إدارة محافظة كركوك منعت زيارة وزير الهجرة والمهجرين جاسم الجاف إلى أحد مخيمات النازحين في المحافظة. وذكر المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن إدارة محافظة كركوك لم تسمح للوزير بإجراء زيارة ميدانية إلى أحد المخيمات دون معرفة أسباب المنع أو إيضاحها. وكان وزير الهجرة قد زار المحافظة أمس معلنا استكمال الاستعدادات لاستقبال نازحي الحويجة في كركوك عشية انطلاق معاركها. وللحديث أكثر عن منع زيارة وزير الهجرة والمهجرين إلى أحد مخيمات النزوح في كركوك وملف المهجرين بصورة عامة في المحافظة، ينضم معنا من كركوك السيد كاوى الدلوي عضو تنظيمات الحزب الديمقراطي الكردستاني.
فرع كركوك. سيد الدلوي، نرحب بك في أخبار اليوم. بداية دعني أسألك عن المعلومات المتوفرة لديك حول منع زيارة وزير الهجرة والمهجرين إلى أحد مخيمات النزوح يوم أمس في كركوك. ما هي الأسباب ولماذا منع الوزير من أداء مهامه المناطة به؟ أسعد الله مساءكم ومساء مشاهديكم الكرام ومساء. وشكرا لقناتكم الكريمة. في الحقيقة نحن في إدارة كركوك لم نسمع بهذه المعلومات، وهذه ليست من تصرفات الإدارة في الكركوك، حيث لم يسبق أن عمل أي وزير أو مسؤول بهذه مستوى. وخلال تأكيداتنا للصحفيين آخرين لم يتسنى لنا تأكيد هذا المصدر. طيب. ولا أستطيع أن أؤكد هذا الخبر. طيب ما دمت لا تستطيع تأكيد أو نفي هذا الخبر سيد الدلوي، بودي أن أسألك عن استعدادات كركوك لاستقبال نازحي الحويجة مع اقتراب المعارك لاستعادة المدينة من سيطرة داعش. مؤخرا ومع انطلاق معارك الموصل أثيرت بعض الأمور في كركوك حول ملف المهجرين الذين يجب إعادتهم إلى مناطقهم المستعادة، وحصل بعض اللغط والبلبلة حول هذا الموضوع تحديدا في كركوك. ما هي استعداداتكم الآن لتجنب تكرار ما حدث سابقا مع نازحي الحويجة؟ نعم، محافظة كركوك من دون المحافظات الأخرى استطاعت أن تتحمل نازحين أكثر من عدد سكانها، وقدمت لهم الخدمات كافة على حساب أهلها. فبلا شك محافظة استقبلت هكذا أعداد من النازحين في القبل تستطيع أن تتحمل أعداد أخرى، والاستعدادات متوفرة وقائمة على قدم وساق. الأجهزة الأمنية، الأجهزة الخدمية، الإدارة مستعدة وعلى أتم الاستعداد لاستقبال هؤلاء النازحين. وهؤلاء النازحين يرى أبناء كركوك وليس الإدارة فقط بأن فترة بقائهم في كركوك يجب أن لا تطول. لا بد أن يسترجعوا إلى مناطقهم بحاجة إليهم لكي يعمروها من جديد، فهم أولى بمناطقهم. كما يقول مثل المكة أدهى بشعابها، ولا بد أن يعودوا. طيب. نعم، إن كركوك جزء من العراق وهي عراق مصغر، لكن هذا لا يعني أن يتحمل أبناء كركوك كل هذا الوزر. لا بد أن تتوفر الأرضية في المحافظات المحررة والمناطق المحررة لإعادة هؤلاء النازحين. نحن في الإدارة لا نجبر أحد، لكن صبر أهل كركوك، ضغط أهل كركوك علينا لا نستطيع تحمله. فملف الخدمات هناك ضغط كبير جدا عليه، ونحن نوفر الخدمات للنازحين على حساب أهل كركوك، وهذه بلا شك لا نريد أن نضغط على المواطن الكركوكي أكثر من ذلك. طيب سيد كاوى، يعني الحويجة مدينة كبيرة ويقطنها الآلاف وعشرات الآلاف تحديدا من السكان. هنالك توقعات بنزوح أرقام كبيرة من الحويجة، وبما أنه كركوك لم تشهد بناء مخيمات جديدة وإضافية للنازحين، المراقبون يتوقعون إذا ما بدأت عمليات الحويجة أن يتم استبدال نازحي الحويجة وإسكانهم في المخيمات القديمة ذات المخيمات بعد إخراج النازحين الحاليين منها وإعادتهم إلى مدنهم الأصلية، وربما يعادون قسرا وليس برغبتهم. هل هذه الأنباء صحيحة؟ إدارة كركوك ليس معها قسرا، هم أبناء هذا البلد. طيب. ولا نجبر أحدا، لكن سبق وإن ذكرت كركوك بحاجة إلى مساعدة
الحكومة الاتحادية قصرت كثيرا مع إدارة كركوك في ملف النازحين. كيف قصرت تحديدا؟ هلا شرحت لنا سيد كاوى؟ نعم، قصرت في تجهيز المخيمات. طيب. بتجهيز المخيمات، بوقود التدفئة، بالمواد العينية، بالمبالغ. هذه المخيمات لا تدار ذاتيا، بحاجة إلى أموال، إلى مواد عينية، مواد غذائية، محروقات، خصوصا في هذا فصل البارد. فلا بد، احنا لا نقول جبرا او قصرا، نقول ان يتم تسهيل الامر في المحافظات والمناطق المحرره ليتم اعاده هؤلاء النازحين اليها، وليس اجبارهم او اجبار النازحين الذين ما زالت مناطقهم ساخنه وارسالهم الى بئر الموت. نعم، هذا واضح. نعم. سيد كاوى، دعني أسألك عن موضوع آخر بات يشغل أهالي كركوك مؤخرا، ألا وهو انتخابات مجلس المحافظة. هذا المجلس الذي لا يزال هو ذات المجلس منذ 10 سنوات تقريبا. هل تتوقعون إجراء الانتخابات هذه المرة في كركوك، أم إنها شأنها شأن السنوات السابقة يعني لن تشمل بإجراء الانتخابات حالها حال بقية المحافظات؟ نعم، كركوك ضحت كثيرا خلال السنوات الأخيرة، وفقدت من حقوقها كثيرا ومن امتيازاتها ومن صلاحياتها بسبب عدم إجراء انتخابات مجالس المحافظات فيها. لا بد، نحن لسنا كإدارة وإنما كمواطن كركوكي ومن بقية القوميات نطالب بإجراء الانتخابات. ليس هناك عذر، هذه مطالب مكونات كركوك كلها. أما هناك من يغرد خارج السرب لأهداف انتخابية أو لارتباطات إقليمية أو لأهداف خلف الكواليس، فنحن أبناء كركوك كل القوميات والطوائف مع إجراء الانتخابات لتنال كركوك حقوقها وصلاحياتها. سيد كاوى، العرب على سبيل المثال موافقون على إجراء الانتخابات، ولكن ليس قبل استعادة الحويجة، لكي لا يخسروا أصوات عشرات الآلاف من سكان حويجة والذين هم سيصوتون للممثلين العرب بطبيعة الحال في الانتخابات. نعم، من قال سيصوتون لقومية للمرشحين العرب؟ هكذا هو المتوقع يعني سيد كاوى. نعم، هذا هو المتوقع. لكن في الانتخابات السابقة لمجلس النواب العراقي في نيسان 2014 تقريبا أكثر من 60% صوتت للقوائم الأخرى الكردية والتركمانية، خصوصا التي يتزعمها السيد المحافظ. طيب، على صحة هذه المعلومات سيد كاوى، يعني أكيد أن القوى السياسية الكردية أيضا والتركمانية أيضا تهتم بأصوات العرب في الحويجة، ولذلك لا بد من الإسراع باستعادتها، أليس كذلك؟ نعم، إذا أجرينا نحن لدينا إحصاءات جيدة، لكن لا أقول لك أنها إحصائيات دقيقة جدا. لدينا إحصائيات جيدة بأن العرب حويجة أو سكان الحويجة بشكل عام نزحوا تقريبا 80% استطيع القول، ونحن على ارتباط مباشر بالمخيمات وعن طريق مختاري أحياء كركوك. 80% من أبناء حويجة هم موجودون الآن داخل مدينة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها وفي مخيماتها. نعم، هذا واضح. ليس هناك خوف من إجراء انتخابات. اتضحت لدينا الصورة. السيد كاوى الدلوي، عضو تنظيمات الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش الحشد الشعبي باحتجاز فارين من الموصل في مراكز سرية ينقطع داخلها اتصالهم بالعالم الخارجي.
تقرير المنظمة أكد أن الرجال المحتجزين أصبحوا عرضة لخطر كبير وللانتهاكات التي تشمل الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في ظل افتقار الحشد الشعبي للتدريب على التحقيق بحسب ما ورد. وطالبت المنظمة السلطات العراقية بحصر التحقيق بالجهات الرسمية المكلفة بالتحقيق الأمني، وكذلك بضمان إيداع أي محتجز في مركز معروف ومتاح للمراقبين الخارجيين، وأن يمنح المحتجزون حقوقهم الخاصة بالإجراءات القانونية السليمة المكفولة بموجب القانونين الدولي والعراقي. ودعت المنظمة إلى ضمان معرفة أهالي المحتجزين بأماكن ذويهم والكشف العلني للمعلومات الخاصة بعدد المحتجزين كجزء من عملية استعادة الموصل من داعش. ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش إن جماعات تابعة للحشد الشعبي تحقق وتحتجز رجالاً يهربون من الموصل في مراكز احتجاز غير معلنة ينقطع داخلها اتصالهم بالعالم الخارجي. المنظمة ذكرت في آخر تقرير لها إن هذه الجماعات يبدو أنها حققت أمنياً مع الرجال المشتبه بتورطهم مع تنظيم داعش، وأصبح الرجال المحتجزون عرضة لخطر كبير لافتقار هذه الجماعات للتدريب على التحقيق وعدم تواصل المحتجزين بالعالم الخارجي. نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش لوما فقيه نقلت عن أهالي المعتقلين عدم معرفتهم بطبيعة ما حدث للرجال المحتجزين ومكان ومصير أقاربهم، ودعت السلطات العراقية إلى السماح للجهات المكلفة بالتحقيق الأمني وإيداع المحتجزين في مركز معروف ومتاح للمراقبين الخارجيين، ومنحهم حقوقهم الخاصة بالإجراءات القانونية السليمة المكفولة بموجب القانونين الدولي والعراقي. تقرير المنظمة ذكر حوادث من قرية نزارة قرب الموصل، حيث ذكر الأهالي إن مقاتلي الحشد الشعبي أخذوا جميع القرويين إلى بلدة أخرى لمدة 15 يوماً منذ تشرين الثاني لعام 2016، ثم إلى مخيمات للاجئين، لكن 5 رجال كانوا قد تركوا القرية لبيع خرافهم لم يعودوا، ثم شوهدوا فيما بعد على التلفاز بصفتهم من أسرى تنظيم داعش، فيما لا يزال مصير 3 رجال مجهولاً إلى الآن. منظمات غير حكومية تعمل بالمنطقة أكدت لهيومن رايتس ووتش إن موقع التحقيق مع المعتقلين يخضع لسيطرة الجيش العراقي، لكن الطريق والمنطقة خاضعة لسيطرة الحشد الشعبي. وتقول المنظمة الدولية: ليس للحشد الشعبي ولاية رسمية بتنفيذ أعمال التحقيق، وعلى حد علم هيومن رايتس ووتش لم تدرب هذه القوات على أعمال التحقيق، ما يثير المخاوف حول إمكانية تعرض المحتجزين للمعاملة السيئة، وتشدد على ألا تنفذ أي جماعة أعمال التحقيق دون سلطة قانونية. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا من العاصمة بغداد السيد هادي الجزائري القيادي في الحشد الشعبي في سرايا الخراساني تحديدا. سيد الجزائري، نرحب بك في أخبار اليوم. هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها منظمة هيومن رايتس ووتش هكذا تقارير عن ما تصفه وما تسميه بانتهاكات يرتكبها الحشد الشعبي وتحديدا بعض فصائل الحشد الشعبي. أكثر من مرة يرد الحشد الشعبي على هذه المنظمة ويتهمها بأنها تستقي معلوماتها من مصادر غير موثوقة. هل لا زلتم تتهمون المنظمة بهذا الاتهام؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أهلا بك وبمشاهديكم الكرام على قناة NRT العربية. أهلا بك عزيزي. واقعا ليس العداء بيننا وبين هيومن رايتس أو أي منظمة عالمية تدعو إلى السلام أو تدعو إلى حقوق الإنسان، ولكن نحن خلافنا مع هذه المنظمة نقول إنها تستنبط أحكامها من أناس غير موثوقين، إذن أخبارها كلها هي غير موثوقة أصلا. فأنا أعتقد أنه لو كانت هذه المنظمة تأخذ الأخبار من مصادر موثوقة نعم. لكانت أخبارها الآن تدعو إلى صراحة إلى الإنسانية التي يرتقي لها الحشد الشعبي. طيب سيد هادي، هل يعني هذه المعلومات أنت تشكك بصحتها مع أن المنظمة تذكر عناوين ومناطق جرت فيها انتهاكات مثل القرية التي ورد اسمها في التقرير قرب الموصل، قرية زالة على ما أعتقد؟
يعني هل حققتم بهذه المعلومات أنتم كهيئة حشد شعبي وتأكدتم أن الأمر قد وقع فعلا أم لا؟ يا عزيزي الملاحظ أنه نحن لا نستطيع أن نحقق مع أحد. هناك جهات معنية في التحقيق وفي التنفيذ، وهذه تابعة إلى الحكومة العراقية. طيب، نحن لسنا جهة تحقيقية، ولا نحن جهة إعداد، ولا نحن جهة محاكمات. طيب. القضاء يأخذ مأخذه في هذه القضايا أجمعا. نحن نعتقد أننا لسنا جهة تحقيقية ولسنا جهة تنفيذية في الاعتقال، ولا يسمح لنا باعتقال أي شخصية، ولكن هناك جهات مختصة مباشرة من الساتر الفلتر الأول إلى الفلتر الثاني تقوم به الاستخبارات العسكرية، والقوات الموجودة هناك أو الأمن الوقائي اللي موجود هو يستطيع أن يضع كل واحد في مكانه المناسب. يعني سيد جزائري، إذا ما اعتقلتم أحدا أثناء المعارك أو سقط بيدكم أحد المطلوبين من التنظيمات المسلحة، ما هي الآلية التي يستخدمها الحشد الشعبي؟ هل تستجوبونه استجوابا أوليا لمعرفة ربما أمور عسكرية تريدونها ومن ثم تسلمونه للقوات الأمنية، أم يبقى المعتقل لديكم حتى تتأكدوا من يعني دعنا نقل من مصيره أو تبعيته؟ هذا واقع العامل العسكري. نحن في البداية نحقق فقط عن الجهات العسكرية التي أو المعلومات العسكرية التي يحملها من خلال هل هناك هجوم علينا، هل هناك معلومة استخباراتية نستفاد منها في الميدان العسكري، من بعدها يحول إلى الجهات المختصة تأخذ مأخذها ويحول إلى القضاء العراقي، فيكون القضاء العراقي هو الحكم وهو الفاصل. نحن لسنا جهة تحقيقية ضمن الجهات وندين هذا الشخص أو نفرج عن هذا الشخص. كل ما هنالك نوصل هذا الشخص إلى الاستخبارات العسكرية، والاستخبارات العسكرية أو الجهات المختصة من الأمن الوطني أو غيره هي اللي تأخذ مجرى نحو القضاء. طيب، هل فعلا عناصر الحشد الشعبي يفتقرون مهنة أو حرفة التحقيق، مع أن الحشد الشعبي أصبح هيئة تابعة للحكومة؟ لماذا لا تفكرون باستحداث هكذا قسم داخل هيئة الحشد الشعبي قد يساعدكم لتجنب هكذا اتهامات من منظمات دولية مستقبلا؟ أولا نحن ناس مدربون. ثانيا عندنا هيئات قيادة متدربة جدا على الاستخبارات وكذلك على الأمن الوقائي، ونستطيع أن نستجوب الشخص، ولكن نحن لا نقع في الخطأ نفسه. يعني مثلا هذه الاتهامات نبعدها عن أنفسنا في تسليمها إلى الجهات المختصة. أما عن كوننا متدربون، لا، احنا اصلا انه المعلومه الاستخباراتيه نقاطعها مع الاخوان بواسطه الحاسبات اللي موجوده عندنا. والمعلومات اللي تجينا من الاخوان النازحين نفسهم من اهالي المناطق. لذلك اهالي المناطق هم يعرفون انه من هو الداعشي او من هو غير الداعشي. طيب، وحينما يخبرونكم بأن فلان ينتمي لتنظيم داعش، أنتم في تلك المرحلة يبدأ دوركم تحديدا سيد الجزائري؟ لا، إذا كان هو داعشي فالجهات الاستخباراتية التابعة للقوات المسلحة العراقية أو الأمن الوطني أو الجهات المختصة، هذه الجهات هي التي تقوم بعملية التحقيق وتحويله إلى القاضي المختص. نعم. أما بالنسبة لنا فدورنا فقط هو الانتقال من مرحلة الساتر إلى مرحلة التسليم إلى الاستخبارات أو الأمن الوطني اللي موجود داخل الوحدة العسكرية. طيب سيد الجزائري، بعض قيادات الحشد الشعبي أقروا صراحة بوقوع انتهاكات، وقالوا أن الحشد الشعبي وضع يعني قواعد صارمة لتجنب هكذا انتهاكات مجددا، وأن هيئة الحشد الشعبي بدأت تحقق بهكذا انتهاكات وتعاقب مرتكبيها. يعني ألا يدل هذا على أن
لم تستقي معلوماتها من فراغ ربما، وإنما لها فلنقل بعض المصداقية على الأرض إذا لم تكن كاملة المصداقية. نحن كل ما نفعله من إنسانية وكل ما يترجم علينا هو يترجم بالضد. واقعا الجهة الإنسانية التي ترتقي إلى أرقى سلم حقوق الإنسان هو الحشد الشعبي المقدس. يعني أنا اليوم أنه شخص يقاتلني يوصل إلى إطلاق النار علي، أنا أسلمه إلى جهات مختصة لينال العدالة الكاملة من خلال ورقة مذكرة اعتقال ومن خلال اسم موجود في الحاسبة. يعني ما أعتقد أنه جيش من العالم يسوي هذه القضية. حتى أمريكا نفسها، أمريكا كانت تكتب على الهمر مالتها ابتعد 100 متر أو 500 متر، أو تكتب احذر هذه المنطقة غير آمنة. أما نحن نستقبل، وهذا لا يحدث في الجيوش العالم كلها. أنا في منطقة عسكرية ولكن أعامل الإنسان بإنسانية. إذن شنو الذنب اللي أقترفه أنا؟ فعلى هذه المنظمات ومن ضمنها هيومن رايتس التي تتهم دائما لأنه عندها طائفية مقيتة حقيقة، أول ما تبادر تجعل الحشد الشعبي من ضمن المخالفين. ولكن نحن نعتقد أنه إنسانيتنا والرسالة الإنسانية الأرقى الذي نقدمها هو تقديم المتهم إلى القضاء العادل. طيب سيد الجزائري، يعني لتجنب أما ما يخص الفصائل، نعم استرسل عزيزي. فهناك فرق بين الفصائل المقاومة الإسلامية وبين الحشد الشعبي المقدس. نعم. بالنسبة للحشد الشعبي المقدس هو متكون من بعض الفصائل مو كلها. يعني أكو فصائل الآن تابعة إلى الجيش العراقي باعتبار أنه حشد الدفاع الآن يسمونه، كان يكون حشد عمليات بغداد، كان يكون حشد عمليات بابل، كان يكون، وهذا ما مسجل في الحشد الشعبي ولا يتبع لكم بأي شكل من الأشكال. نعتقد أنه نعم لا يخضع لنا، يخضع إلى مثلا قيادة عمليات بغداد ومن ضمنها بعض الألوية اللي موجودة، وكذلك مثلا إلى عمليات بابل، وكذلك إلى المحور الشمالي في كركوك وباقي المحاور اللي موجودة. طيب سيد الجزائري، أردت أن أسألك عن موضوع التنسيق. لما لا تطلعون المنظمات الدولية بصورة أكثف، دعنا نصفها، على حقيقة ما تقومون به على الأرض لتوضحوا لهم الصورة؟ لأن الصورة لديهم كما تقولون ليست واضحة، ولهذا دائما ما يتهمونكم. لماذا لا تفتحوا قنوات للتواصل مع هيومن رايتس ووتش على سبيل المثال؟ يدنا بيدك، نضع يدنا بيدك، ونتمنى أيا من المنظمات الدولية المعروفة والموجودة والفعلية والتي لا تحمل نفس طائفي على أن تأتي إلى جبهاتنا وفي حماياتنا الشخصية نستطيع أن نوريها جبهاتنا وأن تكون في الجبهات متواجدة، وعليها أن تقدم فعلا واقع الحال. نحن نضمن حماية هذه المنظمات إذا كانت موجودة فعلا وتريد أن تقدم الحقيقة إلى مشاهديها وتريد إلى جمهورها الموجود. طيب ما دمت قد أطلقت هذه الدعوة عبر وسائل الإعلام، أطلقوها أيضا رسميا عبر خطابات رسمية لهذه المنظمات، يعني لعل وعسى تجد صدى لديهم. أردت أن أسألك سيد الجزائري عن موضوع السجون السرية. هل لدى الحشد الشعبي سجون سرية؟ والله ما سمعنا هكذا، ولا هذه أخلاق الحشد الشعبي المقدس أن يكون له سجون. نحن إذا فعلا موجود فهو موجود حجز واحد، وهذا حاجز خاص بمنتسبينا، يعني المخالف من المنتسبين مالتنا، المقصر في الواجب، الذي يسرق البندقية لا سامح الله، الذي يسبب الحوادث كان يكون يسرق السيارة، كأن يكون مثلا المشاكل الداخلية. وهذا الحشد يعني فيه بعض النفوس الضعيفة، هذه النفوس الضعيفة ممكن أن نعاقبها في حجز صغير. هذا الحجز الصغير خاص في منتسبين، ما ممكن أنه يكون مثلا لغير ذلك. نعم، هذا يمكن أن يوصف بتوقيف وليس احتجاز.
نعم، قد يكون أنه أقل من التوقيف أصلا. نعم نعم، يوم واحد أو يومين يحقق معه. نعم، عذرا على المقاطعة بسبب ضيق الوقت السيد هادي الجزائري. نعم، هل لديك رسالة أخيرة؟ تفضل. عموما بس أؤكد أنه هذا خاص بمنتسبينا فقط بمنتسبيكم. السيد هادي الجزائري يعني عذرا بسبب ضيق الوقت طبعا. المسيئين منهم. نعم، أعتذر منك مرة أخرى. شكرا جزيلا. القيادي في الحشد الشعبي في سرايا الخراساني السيد هادي الجزائري، كنت ضيفا عزيزا علينا من بغداد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. توقع المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد جون دوريان وقوع معارك عنيفة في الساحل الأيمن من مدينة الموصل، وأضاف بأن الخسائر الأخيرة التي مني بها داعش في الساحل الأيسر دفعته إلى تنظيم حملات اختطاف واسعة في الساحل الأيمن من المدينة واحتجاز العشرات من السكان. اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش الحشد الشعبي باحتجاز فارين من الموصل في مراكز سرية ينقطع داخلها اتصالهم بالعالم الخارجي، وطالبت المنظمة السلطات العراقية بحصر التحقيق بالجهات الرسمية المكلفة بالتحقيق الأمني، وكذلك بضمان إيداع أي محتجز في مركز معروف ومتاح للمراقبين الخارجيين. حذر النائب كامل الغريري من مخاوف إجراء تغيير ديمغرافي في ناحية جرف الصخر بمحافظة بابل على حساب ساكنيها، وذلك في ظل ما اعتبرها بمماطلة مجلس محافظة بابل بإعادة النازحين إلى المدينة. بحث رئيس حكومة إقليم كردستان جيرفان بارزاني تطورات الحرب ضد تنظيم داعش خلال استقباله وزيرة الدفاع الإيطالية روبيتا بينوتي في أربيل. استدعت الإمارات القائمة بأعمال السفارة الإيرانية في أبو ظبي وسلمته مذكرة احتجاج بخصوص تزويد طهران الحوثيين في اليمن بأسلحة بطريقة غير مشروعة وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 14 جنديا سوريا خلال هجوم شنه تنظيم داعش بالقرب من مطار السين الواقع إلى الشمال الشرقي من العاصمة دمشق. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الأكارم إلى أخبار اليوم. حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التزامه بحرية العبادات في الولايات المتحدة وهزيمة داعش ومنع المتطرفين من الدخول إلى بلاده. ترامب وفي كلمة له خلال حفل الإفطار الوطني للصلاة أوضح أن حرية الأديان هي حق، ولكنه حق يتعرض للتهديد من كل ما يحيط بنا حسب قوله، مضيفا أن الإرهاب تهديد أساسي للحريات الدينية ويجب إيقافه وسيتم إيقافه، مشيرا إلى أن جميع الخيارات متاحة للتعامل مع إيران. وبشأن قانون الهجرة والذي تضمن منع دخول القادمين من 7 دول ذات غالبية مسلمة إلى أمريكا، أشار ترامب إلى أن أمريكا لديها أحسن أنظمة الهجرة في العالم، ولكن هنالك من يحاول استغلال هذه القيم والبلاد تحتاج إلى الأمن والاستقرار على حد قوله. وللحديث أكثر عن تصريحات ترامب ينضم معنا من واشنطن السيد عبد الرحمن الجبوري، كبير الباحثين في المؤسسة الوطنية للديمقراطية. سيد الجبوري، نرحب بك في أخبار اليوم. بعد أن استهدف الدول السبعة ترامب يفتح النار اليوم على إيران تحديدا. من بين هذه الدول السبعة إيران هي التي يستهدفها ترامب، ويقول إن كل الخيارات متاحة للتعامل مع إيران. هل لتجربة الصاروخ البالستي الأخير أي ربط بما قاله ترامب، أم إن الأمر هو مخطط له منذ الحملة الانتخابية للرجل قبل أن يفوز بالرئاسة؟ مرحبا. أولا لو نظرنا إلى الإدارة ترامب وكم من الأشخاص الذين خدموا في العراق وعملوا في العراق ضمن هذه الإدارة، أعتقد الصاروخ البلاستيكي لحظة استخدمها الرئيس لإرسال رسالة واضحة إلى
إيران وما يريد من إيران. هناك رسالة ليست استراتيجية، وإنما هناك تكتيك واضح للرئيس. هو يضغط على إيران بشدة، يضغط عليها من طريق استخدام السلاح، ويضغط عليها بتدخلها في العراق وتدخلها في اليمن وتدخلها في المنطقة. سيستخدم هذا الضغط بشكل مباشر، ثم ينتقل من هذا الضغط. يريد أن يفك شراكة إيران مع الصين أولا وروسيا ثانيا، وبعدها يقوم بتطبيع علاقات مع إيران. إيران إذا ارتدت البدلة الرسمية للدولة وليس إيران التي نراها الآن في الشرق الأوسط. هذه خطوات سيتبعها. إذا لم تنفع هذه الخطوات، هناك خطوتين رئيسيتين سيقوم بها الرئيس. أولا سيبدأ تماما، ستقوم الولايات المتحدة بشيئين: أولا مهاجمة إيران عسكريا أو مدنيا أو ما أعرف شيء، نعم. والشغلة الثانية هو يقوم بتمويل المعارضة الإيرانية. هذه كل الخطوات التي سيتبعها الرئيس في الوقت الآني، وأتكلم بالوقت الآني أتكلم عن فترة ما بين سنة إلى سنتين. أعتقد سنرى تصعيد كبير بالعلاقة. نعم. طيب سيد الجبوري، يبدو أن إيران غير مكترثة حتى الآن لتهديدات ترامب ولوعيده، بدليل أنه يوم أمس تحديدا حسن روحاني الرئيس الإيراني وصف دونالد ترامب بأنه مبتدئ، وصفه بالمبتدئ في عالم السياسة ويجهل السياسة، وأتى من بيئة اقتصادية تجارية، وسيورط أمريكا في الكثير من الأمور التي لن تعرف أن تخرج منها مستقبلا. تماما، هذه هي المشكلة مع ذلك مع إيران، أنه تعودت على العلاقات السياسات والسياسيين الأمريكان. الآن لدينا شخص في البيت الأبيض لا يفهم الاستراتيجيات ولا يفهم السياسات الدولية، هو رجل آني صاحب تكتيكات، وإيران لحتى هذه اللحظة لا تعرف كيف تعمل مع هذا الرجل. طبعا الدليل أنه إيران عاملت أمريكا بالمثل في عمليات إعطاء التأشيرات، لكن لم تستثني الشركات الأمريكية الكبرى سواء شركات النفط أو شركات الطيران من عقوباتها على الولايات المتحدة الأمريكية. الإيرانيين سيفهموا من هو ترامب وكذلك ما هي مصالحهم. أعتقد لديهم دبلوماسية حكيمة وسيفهموا الوضع بطريقة سريعة، أو عليهم أنه يتعاملوا مع غير الأمريكا التي كانوا يتوقعوها في عهد الرئيس أوباما. هل ستعتمد على دبلوماسيتها الحكيمة كما وصفتها سيد الجبوري، أم ستعتمد على حليفتها الاستراتيجية روسيا، والتي يبدو أنها ستمر بربيع من العلاقات مع أمريكا في عهد ترامب وبوتين؟ أولا ستعتمد على المفاوض الإيراني وما يقدر أن يعطيه إلى المفاوض الأمريكي، ولا ننسى كذلك أنه المفاوض الأمريكي هذه المرة هو رجل أعمال وليست مفاوض دبلوماسي. فإذا أعطت أمريكا إيران إلى أمريكا ما تريد، أنا أعتقد أنه هذه العلاقات ستتحسن. إذا لم تعطيها، لا أعتقد روسيا نفسها ستضحي في إيران من أجل مصالحها هي بنفسها. فأمامهم مفاوض عنيد، ومفاوض لا يفهم في السياسة كثيرا، يفهم في الاقتصاد وما يريد أن يجنيه. والمشكلة ليست مع إيران، المشكلة أننا في العراق أنه علينا أن نفهم ما هي التغيرات الدولية والصراعات الدولية والسياسات الدولية، وكيف نتصرف نحن في العراق بحيث لا نكون حبل الجر بين إيران والولايات المتحدة. على ذكر إيران والعراق، دونالد ترامب قال على حسابه الشخصي في تويتر: إيران تستحوذ بسرعة على المزيد من العراق حتى بعد أن أهدرت، استخدم مصطلح الإهدار، حتى بعد أن أهدرت أمريكا هناك، يقصد في العراق، 3 تريليونات دولار منذ فترة طويلة. يبدو أن الرجل ينظر إلى الموضوع من وجهة نظر اقتصادية. هذه التريليونات ال3 يجب أن تعود إلى خزينة أمريكا، ولكن إيران تستحوذ على المزيد من العراق، ولذلك لن تعود هذه الأموال مجددا. هل هذا هو التفسير الصحيح لما كتبه ترامب على تويتر؟ مثل ما قلت في بداية حديثي، هناك في إدارة ترامب على الأقل من 10 إلى 15 عسكري والاستخبارات خدم في العراق، وأعتقد هم ضحوا كثيرا في العراق ولم يجنوا شيء.
إيران الرئيس ترامب الآن يرسل رسالة أننا سنستعيد ما خسرناه في العراق، وإذا كانت إيران أخذت الفائدة من وجودنا في العراق عليها أن تدفع الآن أو عليها أن ترجع العراق لنا. طيب تحديدا مع العراق، وبعد أن أدرج اسم العراق على قائمة الدول السبع الممنوعة من منح حق اللجوء لمواطنيها في أمريكا، هل يجدر بالعراق الآن أن يعيد النظر باتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقع عام 2011 مع أمريكا، أم أن هذه الاتفاقية لا تزال سارية المفعول، مع أن العراق ولن على ما يبدو لن يستفيد منها كثيرا؟ بشكل عام أعتقد على العراق أن يكون حذر في خطواته السابقة. هناك ممكن هذه الاستراتيجية وهذه المعاهدة هي مفيدة للعراق أكثر من إفادتها الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا كان الرئيس ترامب يتكلم أننا سنستعيد العراق، فأعتقد أنهم سيستعيدون العراق بكل الأحوال. على الدبلوماسية العراقية أن تكون حذرة، وكذلك على أن تكون مبدعة كيفية التعامل مع الرفض. هناك خطوات من العسكر الامريكان الان لاستثناء العراق، وهناك خطوات من الكونغرس يقوم بها الدبلوماسيين العراقيين هنا، ومنظمات دوليه كثيره في امريكا لها مصالح في العراق. علينا ان نعمل بالدبلوماسيه اولا، واذا لم تنفع الدبلوماسيه هناك خطوات امنيه، مثلا لدى الولايات المتحده سفاره وممثليتين، واحده في البصره وواحده في اربيل، ممكن غلق واحده من عندهم، ممكن تحديد تحرك السفاره، ممكن تقليل الموظفين الموجودين اللي يمنحون فيزا العراق. هناك خطوات احتجاجيه كثيره، لكن الغاء المعاهده الامنيه مع الولايات المتحده ليس في صالح العراق. طيب، وهل معاملة أمريكا بالمثل كما صوت البرلمان مؤخرا يصب في صالح العراق، مع أنه عرف دبلوماسي متبع في الكثير من دول العالم؟ أنا شخصيا أعتقد أنه البرلمان العراقي أخطأ، كان المفروض يترك للمؤسسات التنفيذية الرد، لأنه القرار جاء من الرئيس الأمريكي، والرئيس الأمريكي يمثل المؤسسة التنفيذية، كان ينتظر رد الكونغرس الأمريكي والمعركة التي يخوضها الكونغرس الأمريكي ضد الرئيس لإصدار أمر من هذا. البرلمان العراقي أعتقد استعجل، وأعتقد هذا هو عدم الخبرة السياسية وعدم الخبرة البرلمانية الموجودة عندنا، أو توقعنا في مشاكل كثيرة. الرد يجب أن تكون من التنفيذي بالوقت الحاضر، وعلينا أن نعطي فرصة للحكومة العراقية وللدبلوماسية قبل أن نصدر بيان من البرلمان للمعاملة بالمثل. نعم، كبير الباحثين في المؤسسة الوطنية للديمقراطية في واشنطن السيد عبد الرحمن الجبوري، كنت معنا على مدى الدقائق الماضية، شكرا جزيلا لك. أخبار اليوم مشاهدينا تنتهي ساعتها الأولى اليوم الخميس، سنعود لنلقاكم الجمعة القادمة، أي بعد 15 دقيقة تقريبا أو أكثر، والساعة الثانية من أخبار اليوم. لا تذهبوا بعيدا، سنعود إلى اللقاء.